السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم وصفه القرنبيط بطريقه حلوه وجميله، كريسبي كده ومقرمش. طبعا بجيب القرنبيط وبقطعه وردات صغيره. بغسله. اجيب حله فيها ميه على النار بتغلي كده، واحط معلقه كمون، معلقه ملح. بعد كده بنزل بالقرنبيط عشان يتسلق. على بال ما بيتسلق اكون انا مثلا حضرت الخلطه اللي انا هعمله فيها. بحط البيض، انا بحب اتوصى بالبيض شويه كده عشان يدي طعم حلو وقيمه غذائيه في نفس الوقت، مع كوبايه لبن. اضربهم كويس. احط بقى البهارات والتوابل اللي انا حباها، كزبره وكمون، بابريكا، شطه، اللي انتوا حابينه، ملح. اتبل برضو طبعا باي بهارات انتوا محتاجينها او عايزينها او بتحبوها. بحط دقيق وبحط نشا. النشا بيساعد ان هو يبقى مقرمش. طبعا بتحطه لحد السمك اللي هو ايه اللي هتشوفوه دلوقتي وانا بعمل. كل ما الاقي ان هو لسه الخلطة محتاجة فبحط. طبعا كام فص ثوم كده على حسب ما تحبوا. كون مقطعة شبت وكزبرة، انا مش بحط بقدونس، انا بحط شبت وكزبرة فقط لا غير. بتبقى بنفس السمك اللي انتوا شايفينه ده. يكون القرنبيط اتسلق زي ما انتوا شايفين كده. بطلعه يبرد. بيبقى بالشكل الصغير ده، بيبقى تحفة. احسن من الكبير قوي ده، مبيبقاش حلو. بعد كده بجيب طبق احط فيه بقسماط ودقيق ونشا، برضو نفس التوابل اللي انا حطيتها في الخلطة اللي هي بتاعت البيض واللبن. وبعد كده بنزل القرنبيط فيها، في الخلطة اللي هي فيها البيض واللبن. وبعد كده اطلعه في الخلطة الناشفة الجافة، يعني المكونات الجافة اللي قدامكم دي، اللي هي ايه، هيتغلف بيها من بره علشان يعمل الطبقة الكريسبي. بالراحة كده، وواحدة واحدة. حتى لو في واحدة كبيرة شوية بقسمها على أساس إن هو يبقى إيه، لا، وردات صغيرة كده، عشان يبقى شارب من طعم الخلطة نفسها كده والتوابل. زيت غزير على النار، وبنزل بيه وحمره. بيبقى كريسبي زي ما انتوا شايفين كده. شكله تحفة ويفتح النفس بصراحة، والطعم كمان أجمل. شوية رز بشعرية بقى كده من إيديكوا الحلوة. وكمان بعد ما اعمل الرز بالشعرية اعمل طبق سلطة كمان كده، ايه، شاهي كده. طبق سلطة بلدي، هو مش محتاج اكتر من كده. الطبق السلطة بصراحة شكله تحفة. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناة. ولو اول مرة تشوفوني، انا الشيف ميمي.